ثروب تاه في الشوط التاني قدام الترجي واللعيبة بقت كل واحد في وادي. فما تنساش اللايك والسبسكرايب ويلا نبتدي التحليل. عشوائية الأهلي بانت من أول رميات التماس. مفيش حد عارف المفروض هنعمل إيه. هنا هتلاقي 4 لعيبة واقفين متفرطين بعيد عن بعض، مع العلم أن في أوروبا والدول المتقدمة بقى في مدربين متخصصين بس في رميات التماس، لأنها حاجة بتيجي على الأقل 20 مرة في الماتش. القاوي ده اتقطع وربنا سترها وعدى على خير. تعال نشوف الاوت اللي بعده. تمركز عشوائي كالعادة، وتحس ان محدش عايز الكورة، كله بيستخبى. امام اكتر واحد ممكن يقرب للكورة، وخط التمرير كان مفتوح ما بينه وما بين هاني. ولو هاني لعب لامام اللي بالعمري هنبقى طلعنا بالكورة من ضغط الترجي، بس لان اهلي ثرب بينهار تحت الضغط، هاني طفش الكورة وخلاص. الكورة طبعا اتقطعت، وياسر قرر يطلع يضغط على لعيبة الترجي، لأن الأهلي ما عندهوش دفاع وقائي ولا دفاع ضد المرتدات. ياسر لما ضغط لا منه أخد الكورة ولا منه وقف مكانه، وهنشوف ده كمان بعدين، عشان في لحظة يبقى الموقف 3-2 لصالح هجوم الترجي. بس فرقة الترجي كانت رحيمة بالأهلي، وبسبب البطء لعبوا عرضية طلعها ياسر بصعوبة. واوعى تنسى إن كل ده بدايته اوت. دي رمية تماس تانية، مفيش حد رايح ينفذ جملة، كله رايح اجتهاد ذاتي. بن شرقي راح يساعد، وبدل ما يحافظ على الكورة بيعمل مسباس في قلب الملعب عشان الأوت يتحول للهجمة اللي قدامك دي. ياسر واقف في اللاشيء كالعادة، فالكورة تتحط في ظهره. وهنا هادي رياض المفروض يضغط ساعة الاستلام بشراسة علشان الراجل ما يعرفش يستلم أو حتى يغلط وهو بيستلم، بس قرر يقف يشوف هو هيعمل إيه. ولولا شوبير كانت بقت جول بدايته اوت. بن شرقي بقى من الدقيقة 52 ابتدى يعمل حاجات غريبة زي ما وريتك في الأوت اللي فات. هنا الكرة اللي بعدها موقف 1-على-1، خد الراجل بقى وروح على الجون. طيب مش عارف، مفيش مشكلة، إمام بيقولك العبلي، بس لأ برضه بيخسر الكورة لأنه كان فعلا تعب ومش عارف ياخد قرار صح. بن شرقي تاني والدقيقة 59 نزل يستلم الأوت. خد بالك إن هو المهاجم وهو اللي نازل يستلم فين، بس طبعا ما قدرش يسيطر على الكورة، ولأن الأهلي ما عندهوش فكرة في الأوتات راحت بره. الدقيقة 60 بن شرقي قرر يروح بهجمة عنترية، وهو في قلب الملعب قرر يطلع بيها لبره بدل ما يروح في العمق. طيب سيبها لزيزو وهو رايح بوشه؟ لا برضه، ده انا هخسر الكوره وهعمل فاول علشان تتحول الكوره من هجمه للاهلي لهجمه على الاهلي. ووشه بيقول انه تعبان وباين انه بينهج، بس ثرب خارج نطاق الخدمه. هدف الترجي الاول بدايته غلطه بن شرقي، وهقول لك كان المفروض يعمل ايه. بس الاول خد بالك ان الاهلي كان طالع بهجمه، فطبيعي ان بالعمري يبقى فاتح الملعب لان الكوره ناحيته. وعلى فكره كان ممكن بن شرقي يلعب معاه عادي جدا، بس برضه في نفس الوقت هاني كان فاتح الملعب والكوره اصلا على الجنب بتاع بالعمري. هل دي تعليمات ثرب؟ ولو دي تعليماته انت مش عامل حساب ان الكوره ممكن تتقطع؟ فين الدفاع الوقائي والدفاع ضد المرتدات يا ثرب؟ وطبعا بقى ياسر وهادي رياض لوحدهم في مواجهه هجوم الترجي. أجنحة الترجي طبعا بتتحرك في ظهر هاني وبالعمري اللي بقوا بره اللعب تماما. مهاجم الترجي هنا وهو بيلعب على الجناح كان لازم هادي رياض يطلع على الباص ويقرب من جناح الترجي علشان ما يخليهوش يستلم، وكمان كان ينساس الجناح التاني هيبقى متسلل، بس طبعا وضعية جسمه وهو ظهره للملعب خلته مش قادر ياخد القرار الصح. نيجي بقى لأليو ديانج، المفروض ان ياسر ابراهيم رجع يقفل العمق، والمهاجم هنا بقى مسؤولية أليو ديانج زي ما انت شايف. وبرغم ان مروان قطع الكورة الا ان أليو ديانج ساب الراجل في مكان خطر جدا، وقدر فعلا يسجل هدف من على حدود ال 18 بتسديدة من لمسة واحدة لانه بدون رقابة. نرجع لبن شرقي، مروان عطية قدامه والباص سهل، بس لانه تعب وما قدرش يحط الباص صح اتسبب في كل ده. والفكرة انه وقف ومش عاجبه، وانا مش عارف ايه اللي مش عاجبه بالظبط في الكرة دي. دي هجمة تانية، ياسر كان يقدر يلعب لمروان عطية ومنه الهاني وتبقى هجمة منظمة ويبقى الاهلي طلع من الضغط، بس لانه عنتر شايل سيفه قرر يلعب طولية بدون عنوان. لمين؟ لبن شرقي وزيزو اللي اصلا ملهمش في الكور العالية، فطبعا خسرها الاهلي.
ولكن لما ردت لهادي رياض بدل ما يسندها لديانج أو مروان قرر يدوس عليها عشان كله هنا بيلعب بدراعه، ولعيب الترجي علشان راجل قدر يخلص الكرة منه ومن إمام عاشور. شوف بقى أليو ديانج مغطاش على المهاجم تاني بعد ما هادي رياض طلع من مكانه، وبقى الموقف 2-1 لصالح الترجي. يان ساس لو كان لعب بالعرض هنا كانت هتبقى هدف بنسبة 100%، بس لحسن الحظ اتأخر وربنا سترها جدا في الكرة دي. الهدف اللي خلص على الأهلي بدايته ديانج اللي بدل ما يلعب لياسر قرر يدي كوبري للعيب الترجي في نص الملعب. أنا مش عارف إمتى كان ديانج بيدي كباري أصلا. وطبعا الكرة اتقطعت وتحول الترجي الهجومي في الشوط الثاني كان واضح، وهي فكرة بسيطة، هنلعب في ظهر بالعمري. بس طبعا مع ثرب لا حياة لمن تنادي، ولعيبة الترجي كانت بتتأخر دايما في التمرير، فقرر ياسر الخروج للضغط. بس هو في الحقيقة لا منه فضل واقف مكانه في خط الدفاع ولا منه ضغط، هو وقف في النص. ودي مش أول مرة يغلط الغلطة دي، وراجع الفيديوهات اللي فاتت اللي عملتها على أخطاء دفاع الأهلي في الدوري أو في أفريقيا هتلاقي الغلطة دي متكررة. وصول هادي رياض متأخر كان نتيجة طبيعية، لأنه أصلا كان معاه مهاجم الترجي وياسر طلع من مكانه في حركة فجائية، بس ده ما يعفيهوش من إنه راح بتهور واندفاع زيادة تسبب في ضربة الجزاء اللي قضت على آمال الأهلي في التأهل تماما. هل تعتقد إن رحيل ثرب هيبقى هو الحل لإنقاذ الدوري للنادي الأهلي، ولا في قرارات تانية لازم تتاخد؟ وإيه رأيك في قرارات الإدارة سواء في الصفقات أو التعاقد مع المدربين في الفترة الأخيرة؟ وهل رحيل الإدارة بقى مطلب جماهيري؟ ما تنساش تعمل اللايك والفولو أو السبسكرايب على حسب بتتفرج من على أنهي منصة. وأحب أشكرك جدا لو وصلت لحد هنا وكملت الفيديو للآخر.